أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. الفريق الوطني المغربي توقفت مسيرته في ربع نهاية كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي من بعد ما انهزم ب2-0، وهي نفس الحصة اللي انهزمنا بها أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهاية كأس العالم بقطر. طيب، الفرق بين المقابلتين فرق شاسع. علاش؟ لأنه هذه المقابلة هذه يمكن نقول بأنه ما كناش حاضرين فيها بتاتا، ولكني خلينا نشوفوا المنطلق ديال المقابله. المنطلق ديال المقابله هو أن الفريق الفرنسي لعب بالكامل العناصر ديالو باستثناء تشواميني اللي مصاب، ولكن جميع العناصر كانت حاضره والامكانيات اللي تيلعب بها الفريق الفرنسي كانت حاضره وغنرجع ليها. بالنسبه للفريق الوطني المغربي لقينا تغييرات لما تيدخل انس صلاح الدين، بمعنى انه تياخذ الجهه اليسرى. لما تيدخل الى جانبه ايضا المزراوي، بمعنى المزراوي يدخل وسط الميدان وسط الدفاع، بمعنى هذه لاول مره المزراوي سيشارك في وسط الدفاع. هو لاعب منذ البدايه، سبق له دار هذه العمليه في اخر مقابله ضد هولندا، ولكن كنا لعبنا يعني مده طويله. الان تيدخل كقلب دفاع الى جانب ديوب، اضافه للتغيير اللي وقع اخر هو دخول الطالبي. الطالبي، دياز، الخنوس ما عرفناش شكون فيهم كله فين تيلعب. يمكن معروف تيلعب دياز في الجهه اليمنى، ولكن الخنوس والطالبي يعني ما ظهرش شي واحد على الاقل بحال اللي كان تيدير السيباري، انه تيمشي يتقدم شويه عند المدافعين باش يعني يشوش عليهم كما تنقولوا في الكره، او انه يخلق لهم واحد النوع من المتاعب. لقينا بان صليبه وإيباميكانو لاعبين مرتاحين، ما مقلقهم حتى شي واحد، تيخرجوا بالكره وقت ما بغاو، تيساهموا كاع في الهجوم، وبالتالي حنا كنا فقط راجعين للوراء وخلينا الكره للفريق الفرنسي. الفريق الفرنسي مع البدايه تحول ديال الفرص، لولا الحارس بونو لا افتتحوا الحصه ديال التسجيل منذ البدايه. راه يلا عاد بدينا. المشكل هو انه حنايا بديت اولا ما دخلناش في المقابله بشكل جيد، التمريرات ديالنا ما كانتش شي مضبوطه، تنضيعوا الكرات بزاف، اخطاء واللي كان تباني عليها ديدي دوشون، لانه قال بانه الفريق الوطني المغربي عنده امكانيات وعنده بين عد المزايا ديال الفريق الوطني، ولكن ايضا قال بانه لاعبين تضيعوا الكرات، وهذا التضييع ديال الكرات هو اللي جابوا لنا ضربه جزاء. ضاعت الكره لحكيمي، وحكيمي انت عندك مبابي سريع بينك وبينه تقريبا 40 متر، وضاعت لك الكره، وبالتالي مشى ونفارد وحصل على ضربه جزاء. ومن حسن الحظ انه بونو نقد المرمى ديالو. نفس الشيء بوعدي بغى يراوغ، داو له الكره مشى بها الدوي، رماها للشباك وتدخل عاوتاني بونو نقد الموقف، بمعنى انه الشوط الاول كان بامكانه يكون منتصر، الفريق ديال الفرنسي يكون منتصر. باش نرجع للفرنسي اللي قلت بانهم عارفين اش يديروا، انه حنا قلنا بانه اللي تيكون عنده ديمبيلي ومبابي اوليزي، هادو لاعبين سراع تيبغيو المساحات، ولكن الى ما لقاوش المساحات تيلعبوا لعب اخر. شنو هو القذف من بعيد، ولاحظتوا بانه حتى الاهداف جاوا من بعيد. علاش؟ لانه الفريق لما تيكون داير الدفاع وما خليتولوش المنافذ لا من الجهه اليمنى ولا من الجهه اليسرى، ولا يديروا عمليات ثنائيه تيقلبوا انهم يقذفوا المرمى، ولكن القذف ماشي عشوائي، بحيث انه لقيت الفرنسيين تيلعبوا بالكره وتيهيئوا حتى تيجيبوها لواحد اللاعب اللي تيكون عنده واحد يعني تتبان له المرمى، ما تيضربش الكره وعنده قدامه 6 و7 ديال اللعابه، تيهيئوا وحده مشات في العارضه، وحده دخل الحارس، وحده مشات مجنبه. اذا الشوط الاول ما دخلناش في المقابله بتاتا، ما هددناش المرمى، ما وصلناش الى المرمى، ما قدمناش الى المرمى، وبالتالي فتعادل ب0-0 كنا تنقولوا بانه الفريق الوطني كان محظوظ، ويمكن الشوط الثاني غتبدل المعطيات، الفريق الفرنسي غيهاجم وحنا غنلعبوا الحملات المضاده. ما كانت الحملات مضاده ولا والو، بقينا ترتكبوا نفس الاخطاء. انا بصراحه تيبان لي بانه يعني ضعنا في المزراوي كفي الجهه اليسرى، انه على الاقل كان تيفتح
الطريق، ماشي غنقول بانه راه هذا هو السبب الوحيد، ولكن راه كان عندنا مشكل لانه اللاعبين ديالنا ما كانوش يمروا كره بيناتهم. كان اكثر من هذا، ما حسيناش بواحد الحيويه عند اللاعبين، بحيث انه لما تاخذ كره اي لاعب ما تيلقاش عنده الخيارات، لانه اللاعب اللي تيكون شاد الكره شكون اللي تيعاونوا التحركات ديال اللاعبين. حنا اللعاب اللي عنده الكره هو اللي تيقلب كيفاش يخرج من الضيق باش يعطيها لشي واحد. اذا ما كانش شي لعاب اللي غنقولوا كان يعني باين، لا كانوا لاعبين. يمكن بوعدي من البرازيل اللي دار مقابله كبيره حتى طلعت الاسهم ديالو من ذاك الوقت، يعني ما واصلش، يعني مباراه بعد مباراه حتى وصلنا لهذه المباراه اللي ما كانت تقريبا كان فيها غيب. ماشي غير هو، انا تنقول راه تقريبا نعتبر انه ماشي كل شيء غيب، ولكني كاين اللي غايب وحاضر، ولكني باش نقول شي واحد حاضر باستثناء بونو هو اللي كان. اذا الشوط الثاني بقينا بنفس الاسلوب، دقه 60 الهدف اللي سجل كره غير ضائعه، ما كانش لعب جماعي، مبابي ما تخليلوش المساحات، ديوب بلاص اللي خصو انه يعني يشدوا الماء، يشد يعني كما تنقولوا يعني يفرق رجليه باش يشد المنافذ، جمع رجليه خلاه داز الكره سجلت ما عندما يدير بونو لانه ضربه بدقه. نفس الشيء اللي دار ديمبيلي حتى هو خارج منطقه الجزاء، بحيث انه جوج ديال اللعابه تصنعوا اللعبه ويصنعوا الهدف، يعني بلا ما يكون هناك لعب جماعي. اللعب الجماعي اللي داروا راه ضاعوا فيه مجموعه من الفرص. اذا انا بالنسبه لي الفريق الوطني المغربي اليوم ما كانش حاضر في المقابله. خاصه نميزوا ما بين انه وصلنا لربع النهائي، لانه كيف ما قلنا دابا ربع النهائي شكون اللي غيقلقنا؟ حيت حنا كان الطموح ديالنا كبير، واللاعبين والمدرب وكل شيء المكونات ديال الفريق يعني خلاونا نثيقوا. المباريات اللي لعبنا يعني كل مقابله تناخذوا فيها الجانب الايجابي وتنقولوا الا جمعنا هادشي هذا ممكن نمشيو بعيد في كاس العالم، ولما لا نفوزوا. ولكن لقيت بانه باش يمكن لك تجمع الحسنات ديال جميع المقابلات شيء صعب، لانه الشوط الاول ديال البرازيل مع الشوط الثاني ديال كندا مع امتلاك الكره ديال هولندا مع ذاك الرومونتادا ديال المقابله ديال 4 ديال هايتي، فتيظهر لي باش يتجمعوا شيء صعب. اليوم كان كل شيء غايب، ما حضرش في هذه المقابله، وهذا هو اللي غادي ماشي غادي يشفع. حيت صعيب لو لعبنا مقابله بمستوى عالي جدا وخسرنا كانت تكون الامور مقبوله. ولكن صراحه لما الفريق الفرنسي كان رابح وما حسيت بانه ما قديناش اننا نخنقوا الفريق الفرنسي، لانه باش يمكن لك تلعب على تاهل لنصف النهايه او تلعب في مستوى الكبار، الفريق اللي تيكون خاسر وما مسيطرش في المقابله تيبين بانه الفريق الاخر كان اقوى منه. وبالتالي اليوم الفريق اللي كان هو فرنسا، وفرنسا راه ما كانوش في احسن الاحوال ديالهم، يعني راه غير حنا اللي ما كناش تقريبا حاضرين في المقابله، غاب عندنا كل شيء. داروا تغييرات حتى شي حاجه ما ظهرت، تغييرات استمرينا بنفس المنوال. دخل رحيمي امرابط مكان الخنوس وبوعدي، دخل الوحيدي مكان صلاح الدين، جاسين بلاص دياز، السباعي مكان طالبي. يعني درنا تدوير باش الناس تشارك في المباراه ديال ربع نهائي كاس العالم. فصراحه هذه مقابله اللي نقول بان المنطق تحترم فيها، علاش؟ لانه واخا كانت عندنا حنايا ذاك الرغبه ان نمشيو بعيد، ولكن كنا تنقولوا انه الفريق الفرنسي عنده لاعبين كبار. وبالرغم من ذلك في مثل هذه المنافسات تنخليو بانه الفريق ديالنا حتى هو عنده الامكانيات، وان كان داخليا تنحسوا بان الفريق الفرنسي عندهم امكانيات كبيره، ولكن تنقول لا حتى حنا عندنا امكانيات. اليوم بانت على ارض الواقع على انه الفريق الفرنسي كان افضل. عذبوا الفريق ديال الباراغواي انتصروا عليه غير بواحد لصفر. حنا يمكن سهلنا الامور، فحنا يمكن درنا اول قذفه حتى الدقه 81، وهذا شيء ما يعني بالنسبه للفريق اللي كان عنده طموح انه يمشي بعيد. فتيظهر اليوم مقابله ما حضرناش فيها، وخاصنا يعني نشوفوا الشيء الايجابي ماشي من المقابله ما كانش فيها ايجابي. غنحطوا هذه المقابله، نحطوا جميع المقابلات ونديروا دابا الوقت ديال البيلون. هذا كاس العالم المغرب مشى ربع نهائي مقبول، نتيجه مزيانه،
العام اللي فات او الدور اللي فات كنا في نصف النهايه، خسرنا مع فرنسا ب2-0، عاوتاني مع فرنسا خسرنا ب2-0 في ربع النهايه. نعتبروا بانه ربع النهايه نتيجه مقبوله بالنسبه للمنتخبات عاد بغات تدخل دائره الكبار، ولكن المردود ديال اليوم غيوضع تساؤلات كثيره حول التدبير ديال المقابله، حيث اللاعبين اللي اداو مباريات الاولانيه بشكل افضل هما نفس اللاعبين. واش غنحصروها غير في المزراوي بعد ما مشى للوسط، يعني وقع واحد التاثير على المنظومه ديال الفريق؟ واش غنقولوا بعد ما دخل الطالبي حيت ما كاينش شي الصباري اثر على الفريق فهذه، او حيت ما كاينش شي الزلزولي؟ هاد الامور كلها خصها تحط ونعرفوا شنو اللي خلانا نأديو مقابله بهذا المستوى هكا. اذا كان الفريق الخصم هو اللي رغمنا فغادي رغمنا، ولكن على الاقل تكون عندنا امكانيات نديروا تمريرات. حنا تنقول اللاعبين كانوا ديالو لنا رجليهم تحس بانهم ثقال وما كان ما كانتش حتى ماشي غنقول الرغبه، ما نعرف واش ما غنهضر على الطقس، انا ما حاضرش ما عارف شيء بانه الامور ديال الطقس او الامور ديال استرجاع الثروه البدنيه عندها تاثير، ولكني التساؤل ديالي بحال اي مواطن تيشوف بان الفريق ديالنا ما كانش حاضر. يعني خاص الجواب علاش ما كانش حاضر الفريق الوطني، علما بانه ربع النهايه باش ناكدوا عليها، باش ما تسماش بانه رحنا في ربع النهايه وتنتقدوا الفريق، لا تنتقدوا الاداء. اما الوصول الى ربع النهايه فهي نتيجه ايجابيه. على كل حال توقف المسار ديال الفريق الوطني المغربي في هذه المقابله اللي خرج منها اسم واحد هو بونو، اللي يعني خلى يعني النظره اللي عند الناس عند بونو زاد تاكدت في هذه المقابله بوحده اللي كان في هذه المقابله هذه. تصدى لضربه جزاء، يعني اخر يعني وساهم باش تكون الحصه غير 2-0، لان كنت سجلت ذاك ضربه جزاء او كنت سجلت الكره الاولانيه ديال اوباميكانو اللي ضربها بالراس وردها بونو، كنا نكونوا امام نتيجه اللي ما كنا شيء غادي نقبلوها، وان كان حتى هذه رحنا ما قبلنا شيء. على كل حال مسار ديال ربع النهايه نهنيو اللاعبين بذلوا مجهود كما كان الحال، ولكن المقابلات يعني الاخيره شنو خانهم الله اعلم. يعني انا اكيد بانه اللاعب ما يكونش عاجبهم الحال، ولكن غيتحملوا مسؤوليه او يتحملها المدرب في العرض اللي قدمنا. فتتوقف المسار، ولكن المسار ديال الفريق الوطني سيستمر. نحن مقبلون على منافسات اخرى، اقصائيات كاس افريقيا، وطبعا كاس العالم القادمه ان شاء الله كاينه في المغرب. نتمناو دائما التوفيق للفريق الوطني. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.